سنة 2006 كان في واحد اسمه شارمان سايزومور، واللي كان سنه وقتها 73 سنة. كان بيشتغل في شغلانة من أخطر الشغلانات الموجودة على مستوى العالم، هي إنك تنقب على الفحم في منجم. حكم شغلانته دي فأكيد شارمان اتعرض للموت كتير جدا، من إنه يشرب غازات بقى، وإنه السقف يقع عليه، أو انهيارات في المناجم، أو حاجات كتير جدا. وبعد فترة كبيرة جدا من الشغل ده الراجل تقاعد، راجل كبر برضه. لكن الغريب هنا إن في نفس السنة اللي شارمان ده تقاعد فيها اتحول تحول غريب. شارمان كان شخص هادي جدا بطبعه، طيب كده ومالوش في المشاكل. لكن في نفس السنة اللي تقاعد فيها ابتدى يتحول لإنسان مختلف تماما، عصبي جدا وبيزعق على أداء الحاجات، مش طايق نفسه ومش طايق اللي حواليه. الموضوع ابتدى يتطور لحد ما بقى مجنون تماما. الحقيقة ان اللي حصل له ده كان بدون اي مقدمات. فجأة سنة 19 يناير 2006 شارمان كان قاعد هو وزوجته عادي جدا على الكنبة بيتفرجوا على التلفزيون. فجأة وقف بطريقة غريبة، ابتدى يبرق جدا في السقف ويصوت. شارمان فضل على الوضع ده تقريبا من 16 ل 20 دقيقة، ومراته كأي ست أصيلة لقت جوزها بيصوت في الفراغ، ابتدت تترعب وتصوت هي كمان. ولما هديت شوية ابتدت تسأله انت شايف ايه او ايه اللي مخوفك؟ بس الحقيقة ان شارمان في الوضع ده او المدة اللي فضل فيها في الوضع ده ما كانش بيبص في اي حتة خالص غير في نفس المكان وبنفس العين المبرقة المرعبة، وما كانش بيرد على اي حد تماما. فجأة ابتدى وشه يتحول للون الابيض وابتدى يعرق بشكل غريب جدا. لكن بعد ما ابتدى يهدى شوية ابتدى يقول لزوجته انها تفضل جنبه، ان هو حاسس ان في ناس هتيجي تدفنه وهو حي. الحقيقة ان دي ما كانتش المرة الاخيرة اللي شارمان يعمل فيها نفس الحركة، الموضوع اتكرر معاه كتير جدا. لكن في نفس الليلة دي زوجته قررت انها ما تعملش اي حاجة خالص وتستنى لما ينام وتصحى تاني يوم عشان تتأكد اذا كان بقى كويس ولا لا. لكن الحقيقة انها لما قامت من النوم اكتشفت ان جوزها ما نامش ولا دقيقة بالليل، وكان على نفس الوضع بنفس الحركات، باصص في السقف ومبرق وخايف جدا. محاولت تقول له انها هتطلب الاسعاف او تطلب اي مساعده، هو رفض تماما وقال لها انهم لو عرفوا ان احنا بنطلب المساعده هيقتلوني بسرعه. الراجل ده ملبوس ولا ايه؟ لكن اكيد كل اللي بيحصل ده له سبب. رجع بقى مع شارمان كده 6 شهور قبل الواقعه دي. شارمان تعب او فجاه حس بالم شديد جدا في معدته، قرروا ان هم يروحوا المستشفى عشان يشوفوا الالم ده سببه ايه. هناك الدكاتره اكتشفوا ان هو عنده مشكله في المراره، عشان يقدروا يحددوها هم لازم يعملوا منظار استكشافي. ولما دخل العمليات شارمان اتهيأ جدا للعمليه، لكن ابتدى يحصل خطأ ما كانش متوقع تماما، وهو ده اللي عمل في شارمان كل اللي انتوا شايفينه ده. الدكاتره علشان تخدر المريض بتديله نوعين من العقاقير، الاول وهو المخدر، والنوع الثاني هو مرخي للعضلات. المرخي ده دوره ان هو يحسسك بالشلل التام، كان يكون سهل على الدكاتره ان العضلات تكون مرتخيه تماما في اثناء العمليه. لكن الحقيقه الدكاتره نسيت انها تدي لشارمان دواء التخدير وادت له بس مرخي العضلات. فشارمان طول العمليه كان حاسس وواعي ومدرك بكل اللي الدكاتره بيعملوه، لكن كان مشلول تماما. عينيه بتتحرك في المكان لكن كانت متغميه بالغمامه بتاعتها طول العمليه، اللي ما كانش قادر من خلالها حتى انه يوريهم اي تعبيرات ان هو حاسس وواعي باللي هم بيعملوه فيه. بعد تقريبا 16 دقيقه من العمليه الممرضه ابتدت تحس ان المريض بيبربش. نبهت الدكاتره بسرعه ان شارمان واعي للي بيحصل في العمليه. الدكاتره ساعتها وقفت العمليه تماما وابتدت تديله في مسكنات علشان هم مدركين حجم الالم اللي هو بيحس بيه دلوقتي. لكن قعدوا مع نفسهم وفكروا ان شارمان لما هيطلع من العمليات هيبتدي يوجه لهم مساءله قانونيه بسبب اللي هم عملوه. قرروا ان هم يعملوا اسوأ حاجه عملها الدكاتره. شارمان ده حاله طبيه اسمها انستيزيال اويرنس، ان المريض يكون واعي باللي بيعمله الدكاتره لكن جسمه مشلول في التعبير عن اي الم بيحس بيه. الدكتور وقتها اقترح ان هم يدوله حاجه اسمها الميدزولام، وده اللي هيسبب له فقدان ذاكره مؤقت عشان على الاقل ينسى اللي حصل له بس في فتره العمليات. ما كانوش متوقعينه ان بعد 16 دقيقه من الالم اللي عاشهم شارمان في العمليات ان ده اتخزن في عقله الباطن، لكن عقله اللاواعي مش قادر انه يحدد الصوره الكامله عن اللي بيحسه العقل الباطن. عشان كده للاسف شارمان حصل له انفصام حاد. فاق شارمان من العمليات ابتدى يحس بنوبات خوف وهلع شديده جدا. حتى النوم للاسف شارمان ما كانش بيبقى عارف ينام، طول الليل بيحلم بكوابيس غريبه جدا من ان ناس بتحاول تقتله او ناس بتحاول تدفنه وهو حي. والموضوع ما كانش بيتوقف على النوم بس، النوبات دي كانت بتجيله حتى وهو صاحي. كل ده ومحدش يعرف انه كان بسبب العمليه اللي هو دخلها. بعد فتره من الوقت قرروا ان هم يودوه لشويه دكاتره نفسيين علشان يبتدوا يساعدوه يخرج من الحاله اللي هو فيها دي، لان هم ما كانوش عارفين ايه هو السبب الرئيسي. لكن وللاسف بعد مرور اسبوعين بس من العلاج النفسي شارمان ما قدرش يستحمل
وانهى حياته. بعد ما مات بناته الاتنين قرروا ان هم يرفعوا دعوة على المستشفى عشان يتأكدوا المشكلة فين، وهنا التقرير الطبي بتاع شارمان الحقيقي ظهر. المستشفى تقاضت وهم خدوا بعدها تعويض مالي كبير جدا. فلو لقيت حد واقف بيصوت كده في حتة ومبرق، حاول تتأكد انه في مشكلة معينة او اهرب.